الأستاذ أبو تراب التميمي عضو مجلس النواب العراقي، حياك الله أبو تراب. الله يحييك. أهلا ومرحبا بك. تحية إلك وللكادر والجمهوركم مشاهدينكم. كل الهلا بيك. هلا بيك. قصة صارت اليوم أنا قاعد أتابعها كل حلقة تقريبا. احنا قبل فترة صار عندنا حادث، والحادث معروف، واحنا إعلاميين عراقيين تحدثنا به، وراح استشهد به جندي وراح به عقيد، وصار انزال في منطقة بصحراء كربلاء. ما حد استمع لنا بذاك الوقت، يمكن حتى ما استمعوا للي صار بالميدان. اليوم قاعد اشوف بعد ما نقلته صحيفة امريكية بعد شهرين ما ادري ايش قد، اليوم رئيس اركان الجيش، القوات الامنية متحركة، الحشد على اساس يسوي عمليات داخل الصحراء. شنو القصة بالضبط؟ هاي القاعدة بعدها موجودة؟ اكو اسرائيليين بعدهم بالصحراء؟ لو راحت العالم واحنا هسه لحقناهم؟ شنو بالضبط؟ انت شو تريد جواب سياسي لو عسكري؟ لا والله اريد جواب عسكري لو سياسي. لا اريد اطقم عسكري يعني عادة القطاعات العسكرية اذا اكو فد منطقة بها عدو لازم اكو تقدير موقف، شنو هذا العدو؟ عدل لو مو عدل؟ خاصة ظهر بالاعلام وظهر هواي تفاصيل انه اكو فد قوات سوت انزال اسرائيليه امريكيه بالمنطقه، واكو راعي واكو قوه انضربت. المفروض يكون فد بيان من العمليات المشتركه يوضح شنو هاي القوه وشنو هدفها في وقتها ومعالجتها، وايضا من نفس المكان يظهر الاعلان، لانه هاي قضيه مو سهله، صح لو مو صح؟ هاي اراضي، هذا مثل الاجتياح، مو بعد شهرين اجي انا ابرر وازورن القاطع واجي واتكلم، لا هذا بالسياقات العسكريه خطا كبير. شو تسميه هذا؟ ما اعرف شو تريد تسميه، بس منو يتحمل المنطقه هاي؟ منو بيها مثلا؟ حسب معلوماتي المناطق الحدوديه هو حرس الحدود. حرس الحدود، وايضا الاستخبارات العسكريه، وكاله الاستخبارات مال الداخليه، القاطع مسؤوليه، اللي يمكن المنطقه الخامسه يعني حسب علمي يعني المنطقه الخامسه حدود. المفروض اكو فد لجنه تحقيقيه وتوضح هذا الامر. يعني هو انا ما قاعد افتهم، انتم من واحد ينطيكم انذار من الداخل ليش ما تسمعوه؟ هسه الراعي قالوا انقتل. اكو سمعنا هسه ما نعرف مدى صحه المعلومه انه القوات الامريكيه محذره انه هذا الموقع لا حد يتقرب له. اكو محذرة من؟ محذره انه القوات العراقيه هسه القوه الحكومه بعض السياسيين، ما اعرف انه التفاصيل، بس يعني ما يخالف، بس ما ادري شنو التفاصيل بالضبط يعني ما يخالف، بس المهم هذا التحذير. احنا صار يعني بصراحه بالاضافه الى هذا، البارحه واحده من القنوات بثت تقرير باللغه العبريه، واحد يتمشى ببغداد، يتمشى ما ادري كربلاء والنجف، يظهر اماكن مقدسه، يلتقي بناس، ويروح ينشرها على القناه 14 العبريه. قبلها بفتره نفس القصه ايضا تقرير كامل، نفس تقرير كامل صحيح. شنو احنا وصايره هتيك القصه شنو بالضبط؟ ما اعرف يعني هاي سمات الدخول شلون جاي يصير؟ منو اللي يتحملها، الخارجيه او الداخليه؟ هسه ما نعرف. احنا نعرف انه الفيزا والتفاصيل هذني وسمات الدخول انه سابقا من السفارات. اكو فد مشكله يمكن تحولت للداخليه وصارت حصرا بيد الداخليه، يعني هيك اكو فد قضيه ما اعرف مدى صحتها او المعلومه هاي الدقيقه. فالمفروض كل واحد ياخذ فيزا، الهدف منها شنو، هذه الفيزا هو جنسيته شنو، يعني هاي التفاصيل اكو كلها. كفيل الى بالداخل، لانه هواي اكو هيك صارت، اكو صارت باحدى جامعات بغداد انه اكو فد مؤسسه جت تقوم مهرجان او تقوم فد فعاليات بجامعه، وهي هاي المؤسسه امريكيه اسرائيليه، ويعني اكو فد هواي قضايا عليها، وصارت فد مشاكل، الطلاب اعترضوها، رئيس الجامعه ما خلاهم او نائب رئيس الجامعه، يعني فد قضيه هم هواي حصلت هيك، اكو مشاكل، اكو بعض القضايا سلط عليها ضوء الاعلام، واكو تهمل. هسه يجوز يعني انت اذا تتحدث، هسه احنا قاعد نتحدث عن قضايا تتعلق بالاعلام، تظهر بالاعلام، يلا نتحدث عنها. طبعا الاعلام بس غير اللي تظهر بالاعلام، ايش قد اكو من هاي قضايا ممكن تكون خطره. لازم اليوم الاعلام يعتبر جزء من السلطه هو، فالمفروض انه اللي يظهر بالاعلام يتحقق منه هذه المعلومه مدى صحتها. هذا الموضوع اللي حصل هو بالصحراء
صحراء النخيب، المفروض هذا ما يتم السكوت عنه في وقتها. ليش؟ لأنه أكو شهداء. ما دام أكو شهيد وأكو جرحى المفروض يصير إعلان أنه القوات هاي قيادة العمليات المشتركة تعلن عن العملية والهدف من العملية ووقتها وش قد طاولت والشهداء والجرحى صح لو مو صح، والعدو شنو كبدناه، والمنطقة اللي هو ماخذها يعني احنا أخذناها حررناها مثلا. يعني هاي السياقات العسكرية. غيرهم يقولون المهنية، لا يعني هي يمكن مو احنا دائما نبحث نقول المهنية والقيادة العسكرية، ونشوف فد قائد قبل لا يصعد الطائرة يمشي كأنما هو قوات خاصة. وين هاي العادة؟ إذا على الأرض غير كون المفروض تكون إجراءات على الأرض بصورة صحيحة عسكرية، ونعرف هذه القوات شنو هي. لو فقط استعراضات وبدله وكشخه ورتب وهاي. الواقع شو يقول؟ استعراضات فقط. استعراضات ظاهرا فقط. يعني. اي لانه ما نعرف لحد الان. زين، هو هذا هم يقول لك احنا سماءنا مباحه. قايلينها، احنا قاعد نقول سماءنا وارضنا. ارضنا هسه هم صارت مباحه. ارضنا هم صارت مباحه. يعني سماء وارض صرنا مباحين. سماء وارض. مع الاسف. ايش تسوي؟ لا مو شو تسوي؟ غير اكو حل لهذا الموضوع يا ابو تراب. يعني احنا نبقى هيك شيء؟ لا ما نبقى هيك المفروض. منو اللي يجيب لنا الحل؟ بلكي الله ان شاء الله هل بهاي الحكومه. وين الحكومه؟ بلكي بهاي الحكومه يجينا وزير دفاع مهني، وزير داخليه، الاجهزه الامنيه تكون اقوى وارتب، ويكون تدري دائما اللي يتصدى هو القائد. القائد هو اللي ينطي اعازات، هو اللي ينطي اوامر، هو اللي يخطط، هو اللي يفكر، هو اللي يوجه القطاعات. زين، الحكومه ذكرت الحكومه، اولا الحكومه بدت بترحيب، الكل رحب بها. صح. كنا نتوقع انه خلال ذن اليومين راح والحديث كان يدور من النواب. بدايه الاسبوع كنا نتوقع. مو؟ اي. شنو اللي صار؟ والله يعني الحقيقه اعتقد انه اكو اطراف مؤيده بالعلن وجاي تعيق تشكيل الحكومه من خلال التمسك بالوزارات. يعني انت بالتمسك، وبعد اكو قضيه ثانيه مو بس تتمسك بالوزاره وتطرح مرشح ما مقبول. احنا جايبين رئيس وزراء. هذا رئيس وزراء نعتقد ونقول انه هو رجل اعمال، صح؟ زين. فيحتاج انه شو يحتاج؟ هسه هو اختصاص رجل اعمال، رجال بالسياسه نريد نقول مو بذاك القوه، يعني بالامن مو بذاك القوه، فغير كون نختار له وزير خارجيه قوي، وزير ماليه قوي، نختار له وزير داخليه، وزير دفاع، امن قومي، مخابرات، امن وطني. هاي كلها تكون الاجهزه حتى ننجح رئيس الوزراء. حتى الكابينه مالته تكون جيده وقويه. مو انا افرض عليه اقول له اريد هذه الوزاره وارشح له وزير مختصاص، واذا اعترض، يعني هاي حسب اللي جاي نسمعه احنا، إذا اعترض المكلف قالوا له هو المنصب سيادي، يعني المنصب سياسي، العفو المنصب سياسي، وأي شخصية يقدر يدير الوزارة. لا مو صحيح. الوزير لازم يكون مهني وكفؤ واختصاص. منو اللي قاعد يعرقل تحديدا؟ خلينا نسميهم بالأسماء واحد واحد. تقدر؟ ما أعرفهم. احلف بالعباس. لا بالعباس أعرفهم. بالعباس أعرفهم، مش مالهم البعض منهم مؤيدين كانوا بقوة. مرشحينه اصلا. ايه. مرشحين لهم مؤيدين. انا احكي عن كتلتنا، ما زلنا داعمين الرجل المكلف بقوة. وحتى احنا كنا نطالب بوزارة الداخلية ووزارة النقل او وزارة اخرى، هم شفنا الداخلية صارت عليها مشاكل، هم تركناها تنازلنا عنها. والوزارتين اللي اخذناهن اللي هي وزارة النقل ما حد يقدر ياخذها بصراحة، غير احكي لك لانه فيها مشاكل هواي. فيها مشاكل، مدراء عامين وتفاصيل، وهذا الجهه وهذا الحزب وهذا التيار، بيها هواي تفاصيل. وزاره النقل فاحنا هم مضحين بها، اخذناها. ووزاره كان قرار وزاره الاتصالات. اي والله نريد العمليه تمشي. نريد يعني انتم ماخذين وزاره النقل على مود العمليه تمشي؟ لا شوف بعض الوزراء بهاي الحكومه وزير من يستلم وزاره ما يخلي شيء، المدير عام يوقف صلاحياته، الوكيل يحاربه. يعني غير قاعد نشوف الناس المدراء عامين والوكلاء. زين، جاي نشوف. اخذتوا النقل لا انا ما حد ماخذها يا ابو تراب شيء، ماكو شيء. لا هم ذبوها النقل واخذتوها. ما ياخذون، هي بيها هواي خفايا داخل، ما حد ياخذها، بيها مشاكل هواي. عافوها؟ مو عافوها، بس نريد نقول اللي ياخذها
راح يواجه اكو مدراء عامين اقوياء ومدعومين وتفاصيل هواي ما نريد نخوض بها احنا. زين ما يخالف. من الوزاره الثانيه؟ لا، من الوزاره الثانيه اللي اخذتوها اياها كان من المقرر وزاره الاتصالات، بعدين صارت الموارد المائيه. انا اخو برايي يكون ما ناخذ الموارد المائيه لان راح يحملون الجفاف من 92 لهذا اليوم. غير طبيعه التركيبه. بالعكس اذا عندكم وزير سبع خوش وزير او عنده الامكانيات العاليه يقدر يحقق بها انجاز. لا مو تحتاج ويروح تحتاج وزاره الموارد المائيه تحتاج تخصيصات، تحتاج اموال. ما يخالف. شلون تنجح؟ ما يخالف. يقدر يحقق بها تفاوض مع دول مع دول خارجيه، مع تركيا. مو هذا مو فقط يراد له. هذا ويقدر يشتغل بالداخل يحل لنا ازمه كبيره. قضيه الموارد المائيه تحتاج قرار قوي من الحكومة، من رئيس الوزراء ومن وزير الخارجية. هاي تحتاج قرارات لأنه حتى تضغط. يعني أنا وزير موارد مائية مثلا من تركيا، شلون أقدر أضغط عليهم وحتى أزيد حصة العراق المائية؟ لازم أكو أمور أخرى أتفاهم وياهم، النفط، التجارة بيني وبينهم، صح؟ زين. وهذا ما يقدر وزير الموارد المائية بهالطريقة يمشي الوزارة إذا ماكو إلى دعم مالي ودعم سياسي ودعم من وزارة الخارجية. والله ما ادري. سياسي. هي اكو مجلس الاعلى للبياه وما اعرف ايش، المفروض اكو ذني كل الموجودات. هسه المشكله اللي قاعد تصير هي بسبب يا وزارات بالمكون الشيعي، بسبب يا وزارات داخليه. النفط هي صارت للاعمار والتنميه. والداخليه احنا بالنسبه لنا تنازلنا عنها بعد ما اعرف المكلف هو هم يريدها يرشح وزير يعني، والدوله القانون يردونها، والماليه ايضا هم عليها اشكالات هم يردونها. زين اذا مثلا النفط هسه اوكي يعني صار عليها يعني قرار. هسه لحد الان شوف لحد الان ترى ماكو شيء نهائي. لو كان اكو شيء نهائي كان ذهبنا وين؟ للتصويت. كانت قدمت الكابينه. انا اريد الناس هم تفهم اللي معطلهم بالضبط شنو تفصيليا. هذا الاسبوع خلافات كبيره داخل المكونات، مو بس الاطار، حتى الاخوان في السنه عندهم مشاكل، الاكراد هم عندهم مشاكل، الاكراد عندهم مشاكل. رئيس الجمهوريه البارتي يقول لازم ينحسب نقاط لانه الاخوان السنه عندهم رئيس البرلمان هم يعتبرونه نقاط. اي يعني هذني كلهن اكو عندكم يمكم احنا صفحتنا رئيس الوزراء بدون نقاط انحسب. والكل ويمكن نائب رئيس البرلمان الاول هم بدون نقاط، والباقين لا وفق النقاط. كل حزب ايش قد عنده. زين ليش ماكو معيار ثاني يعني؟ ماكو، هو هذا المعيار. هذا المعيار النهائي. بس هو المفروض يعني تعرف مثلا كتلة الإعمار والتنمية 50 مقعد عندهم. زين. فالمفروض هم ما دام الكتلة الأكبر ورئيس الوزراء المفروض من عندهم، من حقهم أنه يختارون وزارة. يعني وزارة النفط أنا من ياخذها الإعمار والتنمية أعتقد استحقاق، والكتل الأخرى إذا الداعي بيها البعض من الكتل اعتقد مو استحقاقهم، وهذا من اجل اعاقه تمرير الحكومه. منو اللي كان يداعي بها؟ بعد هسه منو اللي يظهر عندكم بالاعلام؟ هم لا هسه ما يخالف الحديث فقط عن الحكمه، كان انه الحكمه لا ليش حتى دوله القانون هم كانوا دوله القانون كانوا يريدونها؟ اي هم دوله القانون كانوا يريدونها، قبل الداخليه كانوا يردونها هي. هسه عافوا النفط راحوا للداخليه. منو مرشح الداخليه؟ صحيح ياسر المالكي؟ اكو هيك شيء قال بالاعلام بس كموقف رسمي لحد الان ماكو من دوله القانون. يعني انطرح بالاطار. بعض القاده بالاطار يتكلمون هذا الشيء انه هو مرشح. يعني مثلا من القاده؟ يعني البعض يتكلمون هسه بعض النواب من خلال من رئاسات كتلهم يسمعون انه المرشح هو، بس فعلا هم جاي يقولون احنا ما مرشحينه. يعني انا شفت في بعض اللقاءات بالاعلام انه يقولون احنا ما مرشحينه بصوره رسميه. زين اكو اعتراضات، اكو مشكله عليه لو لانه هو قريب المالكي فقط؟ ممكن يجوز لانه قريب المالكي، ممكن اكو اعتراضات عليه. ترى يعني احنا اذا نريد ننجح الحكومه ما نفرض على رئيس الوزراء. احنا غير نقول يريد يرشح نقدم له اكثر من مرشح ونقول له اختار، صح؟ والمفروض من نقدم الرئيس الوزراء 3 مرشحين يكون الثلاثه رئيس وزراء يحتار منو ياخذه. انتم ترشحون الكتل السياسيه؟
ترشحون للثلاثه واحد اسوء من الثاني. هو هذا خطا كبير، حتى ينجبر يختار اسوأهم. اي هذا خطا. انا اقول على الكتل السياسيه وكل احزابنا، اعتقد انتم منهجكم وخطكم ووضعكم وشعاراتكم وكلامكم دائما باتجاه انه الاصلاح، باتجاه محاربه الفساد، باتجاه بناء دوله قويه. انا اعتقد الحزب اللي ما يرشح وزير بمستوى الوزاره فهذا شريك بالفساد وداعم للفساد. وين بدر ايش قاعد ترشح؟ والله اذا رشحوا وزير ما يستحق واحنا نقولهم ما يستحق. بس شنو نسوي؟ بعد المكلف كون يرفض، ويرفض من كل الاحزاب. مو هسه بهذه ترشيحاتكم لوزاره النقل رشحتوا لكم وزراء عندهم خبره، عندهم امكانيات، عندهم احنا شوف بعد احنا كبدر وزاره النقل بعد ما حاسبين المرشح وايضا نواب البصره. احنا نواب البصره نطالب انه وزاره النقل ووزاره النفط يكون الوزراء من البصره، مو لانه احنا وللبصره، لا، لانه كوادر الوزارتين ذني اكثرهم منين؟ من البصره وخبراء، وايضا الاضرار اللي تجي على البصره منين؟ من ذني الوزارتين. فالمفروض الوزير يكون من البصره. فاذا كتله الاعمار والتنميه الوزاره النفط لهم خلي يجيبون وزير من البصره، واذا بدر هم خلي يجيبون وزير من البصره. زين، هذا مطلبنا ووقعنا. شفت التوقيعات اليوم قبل شوي 25 نائب احنا يعني 25 نائب وطالبون بذن الوزارتين واكثر، يمكن عندكم مطالبات اكثر من هاي. ووزاره الموارد المائيه ايضا، لان مشكله البصره عندها مشكله بالمياه. يعني 3 وزارات. هسه ما يخالف جبنا واحد من البصره وصار وزير، شو راح تستفيد البصره؟ ليش؟ اذا فعلا نجيب وزير كفو وجيد ومهني وحريص على البصره، زين، يخدم البصره ويخدم العراق. بالتالي هو البصره هي سله العراق الاقتصاديه. يا اخي اذا انت عندك باب رزق تحافظ عليه لو تفلشه. الموجود اللي جاي نشوفه جماعتنا خلينا نكمل. انا اعتقد كل كتلنا السياسيه باب رزقكم اليوم، شركاتكم ومشاريعكم الشخصيه والحزبيه، وخبزه العراق هي البصره. فعمي نصفوها بوزراء اقوياء. راح تبقى اصواتنا تزعجكم بصراحه. اللي اي جهه او اي حزب اللي ياخذ وزاره النفط ووزاره النقل ما يرشح وزراء كفاء جيدين ذو اختصاص ومهنيين من البصره، احنا راح نبقى نتكلم. تمام، ما يخالف. انا بالهاي المطالبات للبصره، يعني انا يعني يمكن ما اشوف اي شخص يعترض عليه، على اعتبار انه البصره وضعها مختلف تماما. البصره تستحق، البصره سله العراق، البصره اعطت شهداء، البصره هواي كلش هواي. بس بالنسبه لهذا التوزيع بهذا الشكل، انت هسه خلي نفسك مواطن وتباوع الى كتل سياسيه قاعد توزع بيناتها هالوزارات بهالشكل هذا، شنو الانطباع اللي يصير عندك؟ مو انت المواطن هم تريد من النائب وهم تريد من الحزب، وانت تعتبر نفسك جمهور ونريد نخدمك. احنا شو نسوي؟ يعني هاي عركتكم حتى تخدمونه؟ لا، مو هي عركتنا. احنا ما نحكي عنه، احنا بصراحه لا، عركه سياسيين. انا عركه سياسيين اكو. احنا كبرلمانيين واجبنا تشريعي ورقابي. الناس اليوم جاي تفهم انه الفساد بالبلد من النائب. عمي الفساد مو من النائب، هو النائب راتبه 8 ملايين، والفساد اليوم من الوزير، من المدير العام، وصمت الحزب اللي يرشحه. هذا الفساد هيجي. زين، انا احكي لك اياها بكل صراحه. لا، كتل سياسيه تتعارك بيناتها على الوزارات، شنو المشهد اللي يشوفه للناس؟ مو صحيح هذا الامر. مصلحه البلد فوق. انت قد تقول هاي وزارتي وهذا الوزير، وبحيث كنت تفتخر به الوزير، مو اخر 4 سنوات تتندم عليه او يسبب لك مشاكل. مثل ما حصلت اكو وزراء احنا جبناهم للبرلمان، يعني ما نريد يوميا نكرر الكلام ونكرر الحكي ونقول ما يستحق اصلا ما يدري بالوزاره. ما يدري به؟ ما يدري. لا، ما يدري. ليش ما يدري؟ ما يدري. بعد هسه على كل ما اريد اكرر الكلام، لان حكيته بعده لقاءات وذكرت احد الوزراء انا بالاسم. ما ترهم. احنا اليوم انا اريد اجيب وزير نفط، اروح اجيب وزير نفط مدير شركه بالوزاره وهو دمر الشركه واخليه وزير للنفط. عمي اروح اجيب وزير للنفط عذرا، يعني انتم احزابنا الاسلاميه وتياراتنا الاسلاميه وتاريخكم ودماءكم وتضحياتكم، جيبوا نموذج جيد عمي والله تخزينه. تروح تجيب مدير عام فاسد
ودمر شركه ولا سنه ولا سنتين بشركه وتريد تخليه وزير ومحتار بي وين تخليه لانه خدمك، لانه سلمك الشركه اللي بالنفط تراب. زين يا شركه هسه هواي شركات مو بس بوزاره بالصناعه حتى بالنقل، حتى بالنقل. هاي روح شوف الخطوط الجويه، المرشحين حتى بالنقل بالخطوط الجويه روح شوفها، هاي الشركه العملاقه روح شوف ايش صار بيها. كل وزاراتنا بدون استثناء، حتى غير وزارتكم غير وزاره حتى بدر. الدفاع. هسه قاعد احكي انا كل اقول كل الوزارات بدون استثناء. هسه انت ليش تشلب بينا بس بدر؟ هسه احنا بهاي الحكومه والله ما رحنا باتجاه استحقاقنا، اصلا تراجعنا الى الوراء. قال لهم الحج العامري ايش تنطونا؟ قالوا لنا نعطيك النقل والاتصالات، بعدين قالوا لا ما نعطيك الاتصالات، نعطيك النقل والموارد مائي. قال لهم توكلوا على الله. هن كلهن هذني ما يجينا 15 نقطه واحنا 21 نقطه. زين هسه انا لحد هاي اللحظه ما وصلتني كلش المشكله مثل ما انت تشرحها دائما، يعني مثل طريقه شرحك دائما وطريقه صراحتك دائما. يعني انت تقول مثلا اكو مشكله على وزاره الداخليه على سبيل المثال، او اكو مشكله على وزاره النفط، بس هسه الكلام اللي تقوله يبين انه ماكو مشكله عليهن، لانه وزاره الداخليه يجوز مشاكل، يجوز اكو مشاكل مفتعله حتى الرجال المكلف ما يمر. وين ندري والله كل شيء يصير، كل شيء يصير مع هذا الترحيب كله. اي كل شيء يصير، لان ذاك اليوم احنا في مجلس النواب خلوا القطعه وعدلوا اللوكيشن وكملوا، وكنا نتوقع يوم الاحد يوم السبت صار يوم الاحد، يوم الاحد صار يوم الاثنين، هسه صار يوم الخميس، يوم الخميس ماكو، الاسبوع القادم. والبعض يقول حجاج النواب يريد يروحون للحج. عمي النواب دخيل الله انتم اديتوا اليمين الدستوري، شو تسوي رايحين المكه؟ تعالوا خلينا نظل هنا نقعد حتى نحرج كتلنا، لا تروحون المكه. انا والله ما راح اروح عن المكه، راح ابقى هنا يعني احنا ايش قد هم رايحين؟ انا وصلني هم 29 نائب رايحين المكه. ما اعرف والله، ما اعرف ايش قد، ما اعرف. وشنو هي هاي سالفه الحج؟ والله ما ادري والله شو يعني بصراحه انا كل مره وراحوا مجموعه طائرات. هسه اذا 29 نائب ما ياثر، وعوائلهم ووضعهم. لا هسه بشكل عام ايش بيهم المسؤولين؟ شنو جايهم على الحج؟ والله ما ادري. يغسلون ذنوبهم؟ ما تنغسل ذنوبهم، ما تنغسل. شو يسوي الراجل؟ البعض غير ما ينغسل، يرجمون الشيطان. ليش يرجمون الشيطان؟ رئيس الكتله رجمه. هسه عزيزي كافي عبرنا منهم. والله خلينا منهم. زين الاطار شنو وضعه حاليا؟ مختلف الاطار بيناتهم؟ اي مختلفين بعد، ما انحسم الامر. على شنو المختلف؟ يعني مثل الاعمار والتنميه حسب النقاط لهم 4 وزارات، لحد الان هم 3، الرابعه ماكو. الرابعه ليش ماكو؟ ماكو، هو النفط والكهرباء وبعد يا وزاره النفط والكهرباء ما ادري بعد يا وزاره والله. زين 3 وزارات لهم ناطينهم، بس هم 4 وزارات لهم. الرابعه وين راحت؟ ما عرفت، يجوز تحولت لغير جهه، غير كتله، غير كذا. زين هسه هاي الاعمار والتنميه، الباقين عندك دوله القانون هم يردون 3 وزارات، 3 وزارات نقاطهم ما تكفي هم الوزارات. اي ولازم 3 وزارات شنو؟ اذا نقاط غير على اساس النقاط ولا لا؟ بعد ما اعرف، اكو خلافات يعني هاي، اكو بعد خلاف على النواب لرئيس الوزراء، خلاف على نواب رئيس الجمهورية. أعتقد هذا يعني استحداث مناصب وتكلفة الدولة، هذا مو صحيح. شو يريدون يعني يريدون يستحدثون أكثر من يعني نواب لرئيس الوزراء، شنو داعي من نواب يعني؟ و4 واحد زايد واحد، أنا برأيي واحد أخليه والباقي أجيب وزراء أقوياء. وزير هو شلون بهاي الحكومة يكون نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، نائب رئيس الوزراء مثلا لشؤون الأمن. حسب الحكومة الحالية نواب رئيس الوزراء 3. هواي لا بس هم وزراء تسميتهم فقط. ما يهم هاي، بس يكون بمستوى المطلوب، لأنه الوزير من تجيبه لوزارة مهمة يكون بمستوى رئيس الوزراء، لأن أنت راح تخليه نائب إليه. صح لو مو صح؟ فمعقولة أنت تجيب مدير عام مثلا، مدير عام بأي وزارة، هسه هم تخاف ترجعنا للنفط. والله تجيب مدير عام بأي وزارة
زين هو ما قادر انه مدير عام يدير مكانه، فقط هو مخلي هذا المكان حزبيا وتنظيميا وماليا وكله موظفه للحزب، تريد تجيبه تخليه وزير، وهذا هنا بش يكون نائب رئيس الوزراء، مو صحيح. بس هذا السياق بالدوله هيك شيء. لا ما مو خطا هذا. شلون نبني دوله اذا هيك التصرفات؟ الشعب احنا منو مع الناس؟ النائب هسه انت شوف النائب مع الناس، عمي ظلينا نشرد من الناس، ما نقدر نحكي وياهم. ليش؟ ما نقدر نسوي لهم شيء، تحكي كلمة الحق الوزير هذا يقاطعك، هذا الحزب يحاربك، هذا ما ادري شو يسوي لك، هذا يخابر عليك، الو حجي خلصنا من فلان يحكي. هيك وصلنا، الا نقول لك من تشوفنا يوم عن يوم ما نقدر نحكي، ابتلينا. لانه الناس لو تتركنا تقول عمي انتم شرعوا قوانين وراقبوا الحكومة، نبدي نشتغل ونصيح ونعارك ونشرع قوانين نخدم المواطن، بس المواطن بكل شيء يلتجئ لك. وين يروح؟ مو مشكلة غياب بناء الدولة طبعا، لانه ماكو مؤسسات. أحسن. المواطن من يروح المؤسسه مثلا يصطدم، فوين يروح؟ ما يروح على النائب اي مخابر هو متخبك. مواطن ابسط دائرة يروح يراجعها يروح ذليل، ابسط دائرة مع الاسف والله العظيم، غير حقيقة هاي. روح راجع لك مركز شرطة اذا لقيت واحد يحترمك، روح للإقامة، روح للجنسية، روح للمرور، روح بأي دائرة، أي دائرة، الدوائر الأخرى مو بدون استثناء، أي دائرة تشوف ما أغلبية ماكو احترام، ما يحترم المواطن، ما حد يحترمه. شنو أنت تروح الدائرة تراجع وتلقى الموظف يتلقاك يقول أهلا مواطن استريح، شنو مشكلتك؟ لا، إلا يخابر عليك حزب ويخابر عليك مكتب فلان وهذا يسوي لك كتاب، لو ينطي رشوه، لو تنطي رشوه بعد هاي بعد. هو ليش يسوي هيك؟ حتى ياخذ رشوه. فهو يعني يلجا لك المواطن. شنو ذنب هذا المواطن؟ اي طبعا. موقف بدر قلته قبل شويه انت من ترشيح الزيدي. اي انت موقفك شنو؟ احنا داعمين الرجل بكل صراحه، بس نريد رئيس وزراء يكون قوي انت يتخذ قرارات. انا داعم لرئيس الوزراء. اي نريد الحكومه هاي تشكل وتمضي، ونريد رئيس الوزراء يكون قوي شديد باتخاذ القرارات. علي من قوي؟ بكل شيء قوي، حتى على اللي رشحوه. ايه هم هسه عطلوها. في بعد هذا اذا شوف، اذا يهم العراق هو لازم يكون قوي ولازم يشتغل. وانا هم عندي نصيحه له والله، انت حتى التجاره وشركاتك والاقتصاديه مالتك وكذا وخرها على صفحه. شو انت تطلب الدوله مليارين دولار، صح لو مو صح؟ شو تريد بعد؟ كافي الحمد لله، اخذ هذين المليارين واشتغل واترك التجاره حتى بعد ما واحد يعيقك، حتى تقدر تحاسب. وانت كلهم تعرف بيبانهم لان كلهم تعاملت وياهم. يعني اي شغل عندك باي وزاره تعرف كل وزاره ومفتاحها، واي شغل عندك ويا اي حزب ويا اي كتله المفتاح تندله، مو صحيح؟ يعني شو وش المفاتيح اللي يندلها؟ مفاتيح هسه هو رجل اعمال، ما يعرف مفتاح هذا الحزب منو، ما يعرف مفتاح هذا الوزاره. لا هسه هو كمكلف هسه صار بيناتهم. لا ما يهم، انا احكي من بعد ما تمضي الحكومه. زين النصيحه هاي النصيحه، انت تعرف كل الاحزاب ووضعها وشلون تدير وضعها، زين السياسي الاقتصادي التنظيمي، عندك فكره لان مشتغل وياهم. صح لو مو صح؟ زين لو انا غلطان؟ يعني هذا اللي سمع منك ما اعرف هم ياكدوه او لا؟ لا هو هذا المتعارف بعد بالبلد هيك. الرجال الاعمال الخط الاول يعرفون كل تفاصيل الاحزاب اللي موجوده، لان عندهم تعاملات وياهم، لان هو يشتغل بوزاره يعرف هاي الوزاره ليا حزب ليا جهه، فمن يريد يشتغل بيها يحتاجهم ويحتاج يتعامل وياهم. فانت تعرف كل هذين التفاصيل كلهن. زين اترك تجارتك وتوجه للعراق وللشعب العراقي وابني هذا البلد، وخليه قوي باتخاذ القرارات اللي تخدم العراق والعراقيين. هي المشكلة اتخاذ القرارات يحتاج إلى دعم من البرلمان. اتخاذ القرارات نوقف وياك بالبرلمان. وفق هذا وفق هذا الوضع. عمي نوقف. منو يوقف لك؟ كتل سياسية نوقف وياك. انت مو تريد تشتغل؟ اكو اعلام عندك واي واحد يعيقك اطلع احكي. عادي لو مو عادي؟ خلونه. ليش جيت لعاد؟ هو بعد ترى ماكو واحد ما يعرف قضية إدارة الحكم بالعراق شلون، وإدارة الوزارات. زين. كل شيء واضح. اللي يريد يتصدى لازم بعد يتحمل، ما يروح يجامل، لأنه البلد مو مال مجاملات 100%. هسه مجاملات 10-20%. إيه زين، وفقا للوضع الحالي تمر هاي الحكومة ولا لا؟ والله على
المشكله باللي دعموه بالبدايه، جاي اشوفهم هم جاي يعيقون هاي القضيه حتى ما يمررون الحكومه. اكو رده هيك؟ اكو هيك. اكو رده؟ اي لانه من خلال اليوم نشوف الوضع اكتمل. ليش ما يمررون الحكومه ابو تراب؟ ما اعرف والله، ما اعرف. اكو خفايا، ممكن اكو خفايا احنا كنواب. كان اكو سيناريو ناس تحدثت به، يعني بصراحه يعني راح اطرحه بس ما مقتنع به، انه ترشيح علي الزيدي هو من اجل قضاء فتره معينه وبعدين ما تمر حكومته ويجي مرشح اخر. ممكن هذا يحصل؟ اذا ممكن، انا اشوفه مو صحيح. انتم جبتوا رجل ودعموه، خلوه يشتغل. ما البلد ما يتحمل هذا الوضعيه، يوميا نجيب واحد ونختلف على الوزارات بيناتنا والناس تنتظر، وضع اقتصادي والمنطقه بعده. زين، هذا بالنسبه للوضع الشيعي. الوضع السني شنو اللي بداخله؟ ايضا هيك خلافات اكو خلافات بيناتهم. تعرف رئيس البرلمان هو من تقدم وبدون نقاط، والبعض اعترضوا من الاخرين. يمكن عزم كان اكثر شيء عندهم اصرار، لانه ناطينهم وزاره واحده وتقدم راح ياخذ يمكن وزارتين، فعندهم اعتراضات بهذا الموضوع. والرجل مثنى السامرائي بصراحه بهاي الحكومه ضحى وتبع الاطار، وبذيك الحكومه السابقه هم ضحى وتبع الاطار. الاطار ما اعرف راح يخلونه يقولوا له انت وربك، بعد ما اعرف والله. كاني اشوفه هيك راح يخلونه. لا مو كأنك تشوفها، انت شايفها. اي انا اشوفه هيك والله خطيه ما يستاهل. مو لهالدرجه عمي. الاطار دير بالكم عليه، هم تعب وياكم وركض الرجال، وهو هم ما بيركض يعني ما شاء الله، وركض وياكم باللي تردونه، وانتم خليتوا دعموه سووا له شاره. هسه قلبوا عليه؟ ممكن احتمال كني اشوفهم يعني ضحى وهذا وتنازل من اجلهم. قلبوا عليه دائما اللي يضحي بكل مكان خسران. خليني اقول لك فد قضيه لان انا جربتها. اللي يضحي غير يصير جسر ويسحقوه، مو بس يمرون عليه، لا يسحقوه. هذا الجسر من يخلصون منه يوقعونه بالنهار. هسه السامر مو عنا، هذا شيء لا هسه هذا غير شكل. هذا شيء وجهه نظر غير. هاي وغير وجهه نظر يعني. هاي من احكي لك اياها لامسها وبالدليل وبالاسماء. بها وجهه نظر فلسفيه، بها وجهه نظر مختلفه تماما، بس انا احكي عنها هسه سياسيا. هاي نرجع عليها بعدين نناقشها يمكن. بس بالنسبه لمثلا السمره، ليش تعتقد بانه الاطار عبروا به هاي ثاني مره خطيه يعبرون به وغيروا عليه؟ اي لان هو كان مرشح لرئاسه مجلس النواب. اي صحيح، وتدخله وتغير الموضوع. زين هسه شنو اللي صار بالجديد؟ ايضا حتى بالوزارات المفروض كل رئيس الجمهوريه، رئيس الوزراء، رئيس البرلمان ونوابه المفروض كلها نقاط. غير الحقيقه هاي المفروض كلها نقاط وتحاسب. اما على جهه جهتين، اما على الكل تتوزع. ما يصير هيك بدون نقاط، وممكن جهه جهتين يتضررون. زين انت تقول مثلا السامراء عبروا بالاطار، انت هم يجوز يعبرون بك الاطار. هواي اكو عبروا بهم الاطار. عبروا بيه هواي. عبروا اي بس ما ياثر عليه. انا ما عندي شيء متشلب به. مثلا واحد يتشلب بمنصب، يتشلب بكرسي، يتشلب بجاه، بمال، بسلطه، بشيء. انا ما عندي شيء. زين مفلس في القافله. فيتوات ما تشوف كلامي جاي احكي؟ فيتوات قاعد تصدر من الامريكان تختار مجموعه مرشحين لمناصب، وكانما الموضوع مدروس. اي طبعا. اليوم رشح فلان، اجى فيتو امريكا عليه. والشايه هاي شلون صارت ويا السيد المالكي بتغريده ترامب. عندك بقى اخونا وكيل وزير النفط لشؤون التوزيع الاخ علي معارج، ايضا هاي هم وشايه. يعني اعتقد الرجل ما عنده شيء، بس وشايه من داخل العراق. اي من داخل العراق. ترى هذا مرشح، تعال سووا له. ترى هذا مو بس مرشح، حتى انه هو وجوده بالوزاره اكو اطراف ما تريده بالوزاره. وجوده كشخص مؤثر ويشتغل وله ثقل وله وزن ويناقش وكل هاي القضايا يعني. وراحوا للامريكان اشتكوا عليه. اشتكوا عليه. اي طبيعي العاده. هو اقول لك، مو انا شفت احد رجال الدين ما ادري تابع لي حزب، قال مليار دولار انطوا على مود رئاسه الوزراء والمالكي. هسه انتم بس تشلبون باب التراب، ما شلبتوا بهذا اللي قال مليار. يمكن كتائب سيد الشهداء. اي قال انطوا مليار دولار. فمنين هاي المليار؟
غير من الوزارات. زين هاي الوشايات منين؟ الوشايات منين؟ هي داخليه كان منين؟ لا اقصد داخليه. لا هو اللي ينطى مليار منين؟ يعني غير داخليا. غريب. داخليا يعني هسه صار المرجع الولايات المتحده الامريكيه وانا بروح اشتكي عليك من الولايات المتحده الامريكيه بهالطريقه؟ اي من مباشر او من خلال دول صديقه. عجيب. اي طريقتين. اكو دول صديقه يهمها يعني انه وجودها بالعراق وهيمنتها ووضعها. منو هاي الدول؟ يعني من خلال دول هواي دول يعني تريد تكون لها وجود بالعراق. هسه ما نريد نشخص. زعل يا بلد دول. عقب قضيه ملف السلاح الان اكو ضغط كبير على عدم مشاركه اي جهه، ضغط امريكي على عدم مشاركه اي جهه تمتلك السلاح بحكومه الزيدي. هذا واضح الموضوع، مؤكد بالنسبه لك لو لا؟ يعني بورقه العمل بالمنهاج الحكومي موجود انه حصر السلاح بيد الدوله وهاي التفاصيل. لا هسه هذا حصر السلاح بيد الدوله هذا وحتى امريكا هم جاي تحكي هذا او الامريكان قاعد يحكونها بشكل عام، وزاره الخارجيه قاعد تحدد. العفو، السلاح انواع بالعراق. ايه سلاح اكو سلاح مقاومه شرعيه وانا ذكرتهم سابقا، وذولي من حقهم اكو وجود للامريكان، والدليل هذا اللي حصل الانزال وغيره والوجود الامريكي واجواءنا واحتلالنا والسيطره على القرار السياسي بتغريده ترامب. هذا تدخل لو مو تدخل؟ وضعهم الامني وجودهم بالعراق هذا كله تدخل. فلذلك اكو سلاح مقاوم، هذا اعتبره سلاح شريف، واذا هذا السلاح مرتبط بوجود الامريكان بالعراق انا اعتقد هذا اللي واضح. اكو سلاح اخر، هو هذا السلاح الاخر مرفوض. يا سلاح اي سلاح مهما كان هذا السلاح. شلون اميز هسه؟ بعد هذا واجب الحكومه. من المقاومه انت هذا تسميه مقاومه شريفه؟ هذا واجب الحكومه اللي راح تجي بالمرحله القادمه تشخص السلاح وشنو وجود هذا السلاح. باي من واجب الحكومه. ابو تراب انت موقفك شنو؟ انا موقفي مع حصر السلاح بيد الدوله. مع حصر السلاح بيد الدوله لا ينسجم مع موقف مقاوم. مقاوم اصلا ما امريكا بعد هي موجوده، انا احكي السلاح المنفلت اللي يهددك واللي يهددني واللي باي وقت يطلع يرمي ويقتل وياخذ اتاوات ويهدد، هذا سلاح وايد بالعراق. انت يا يهددك. انت يا يهددك. يعني الناس عموم الناس هسه مو انا. انت ما حد يهددك. انت ما حد يهددك. شو يهدد مني؟ ايش حدك واحد يقدر يهددني؟ اي بس هاي الفكره، يعني انت معناته واحد من ذول عندهم سلاح. انا ما عندي منين سلاح. شنو ما عندك منين سلاح؟ لا والله انا ما عندي سلاح اصلا نهائيا. رجل هسه بالبرلمان زين وعندي حضور بالبرلمان وادافع عن شريحه مهمه وعن جمهور انتخبني. ما يخالف. وانا سابقا كنت بالحشد. لكن انا ادعم المقاومه الشريفه اللي تقاتل الاحتلال الامريكي، موقفي واضح. بس حصر السلاح انت سامعني؟ حصر السلاح انت انطيني لا انت هسه اول مره انطيني انت فد موقف قل لي انت عندك قبل سنتين 3 4 قلت انا اريد اقاتل، انا اريد اسوي. انا دائما اقول رجل مقاتل كنت بالحشد اخضع لاوامر رئيس الوزراء قبل سنتين و3 و4 و5. هذا موقفي من 2014. هذا موقفي. لا قلت انا اطير مسيرات ولا قلت اسلحه، ولكن ادعم هذول بقوه الناس اللي هم كتائب حزب الله والنجباء. ادعمهم، الناس مقاومه وامريكا محتلتنا. بس حزب الله والنجباء اي بس هذول موقفهم ثابت يعني واضحين. بس الامريكان وضعوا ولاء الولايه على قائمه انا ذولي اعرفهم. بعد وضعوا حيدر الغراوي ايضا. ما اعرفهم والله، ما عندي معلومات عنهم ولا اعرفهم. اعرف بس ذولي الاثنين. ما تعرف بولاء الولاء؟ اعرفه بس ما ادري شنو عنده سلاح ما عنده، مقاوم ما مقاوم، ما ادري. يعني اعرف انه هذول واضحين. لا نقول انا مقتنع بهؤلاء اللي قاعد يقاوموا. جيد مقتنع. صح لك يابا مقتنع بذول الاثنين، لانه هم ما مشاركين حتى بالعمليه السياسيه، عندهم نواب بالبرلمان يشرعون ويدافعون ويخدمون الناس. زين شنو رايك بهذا القول انه شكو واحد يريد يشارك بالعمليه السياسيه خليه يذب سلاحه ويروح يشارك؟ ما بيها شيء. تريد انت السلاح مقدس تدافع به عن الوطن وتدافع به عن الانسانيه، صح لو مو صح؟ وانت تريد تجي تشتغل بالجانب السياسي بالعراق، الجانب السياسي شبهه. عدل؟ ليش انت هذا السلاح المقدس تخليه بجانب شبهه؟ تعال اشتغل بالسياسه، وهاي السياسه مفتوحه، وجيب نموذج جيد حتى يقولون اي والله هذا كان مقاوم
شريف ومخلص وخير واجى اشتغل بالسياسه، اشتغل بالطريقه الصحيحه التي ترضي الله وترضي العراقيين. يقول لك انا هذا بلدي، انا اقدر اشتغل هنا، اقدر انا بالبرلمان ما ممنوع انا. بعدين ذولا انصاري اللي مرشحين بدر مثلا، على سبيل المثال الحين نضرب مثال بدر لانه حضرتك موجود. يعني بدر هم يرفعون شعار المقاومه وهم مشاركين بالحكومه، مدافعين عن المقاومه. ما يخالف، هم ابناء بدر اللي موجودين كلهم عراقيين، صح لو لا؟ لا شوف حبيبي، من حقهم يرشحون لا ما من حقهم؟ انت شوف اكو قضيه، امريكا اليوم تجاوزت كل الخطوط. احنا بالنسبه لنا السيد علي الخامنائي مرجع، مو بس فقط انه رجل سياسه او كذا، مرجع. احنا اليوم من ينقتل عندنا مرجع، الموقف غير موقف، ما نقدر نسيطر على ناسنا ولا نقدر نسيطر على شبابنا باي شيء. منو قتل؟ امريكا واسرائيل. هذا خطوط حمراء تجاوزتها، هذا مذهب، هذا مو قضيه لعب. مو قضيه هيجي قاتل انسان عادي. فاحنا من واجبنا ندافع عن المقاومه اللي تحمل السلاح وترفع السلاح بوجه امريكا. من واجبنا نحميهم وندافع عنهم. زين، ونفتخر. واليوم احنا نفتخر انه السيد الخامنائي شهيد، وهاي القضيه قضيه مسلمين، واسرائيل اعتدت على المسلمين واعتدت على العرب، والجمهوريه الاسلاميه هي اللي صدت امام صمت العالم بالكامل واعطت قادتها شهداء. هذا مفخره اليوم، نفتخر. انا خليت صوره السيد القائد السيد مجتبى وراي بلقاء. واحد يقول هذا لو واحد سني، عذرا عن هذا المسمى، مخلي اورديغان لو مخلي فلان. بابا هذا مرجع، اكو فرق كون تميز. انت سني خلي مرجع وراك من اي مكان يكون، من اي دوله. هاي قضيه دينك وعقائدك، هاي قضيه عقيده ودين. يقبل يخلي سني يخلي السديس مثلا وراه لو فلان. حبيبي قضيه دين، قضيه تقليد، مو قضيه انه انت تعتبرها قضيه سياسيه. زين، عندك شيء بعد؟ عندي، اسال انت وانا انا ما راح اسال، انا اريد اختم. لا والله خلصنا. شنو هاي؟ اي والله. عندك رساله اخيره؟ لا بعد ما عندي شيء. كل شيء ماكو؟ لا والله. شكرا. صار لنا 5 دقائق عمي. هو اللقاء وياك حلو ممتع. حقيقه يعني. شكرا.